تصدرت منتجات الصحة والتجميل في الجزائر مبيعات البيع المباشر مؤخرا بعد جائحة كورونا، حيث يختصر هذا النوع من البيع الكثير من مراحل التسويق حتى يصل إلى حواء، وتعتمد منتوجاته في الأساس على مواد طبيعية، الشيء الذي يميزها عن باقي المستحضرات. اخترنا البيع المباشر لأنه من أقوى طرق البيع في العالم، وثانيا لأنه البيع المباشر يعطيك قرب للزبائن متاعنا اللي احنا نعيطوا لهم دي كونسي، باسكو هما شركائنا. كان عدد كبير من العائلات باش يعيشوا من البيع المباشر، مش كما الطرق الأخرى. نعطيكم اكزامبل، نحن في الدوك في الجزائر يعني من جونفيل دوك بالك فوق 1000 ولا 1500 عائلة قاعدين يعيشوا من طرف البيع المباشر. توصيل المنتجات إلى المستهلكين أمر ليس بالسهل، خصوصا وأن هذا البيع لا يعتمد على الإشهار في وسائل الإعلام المختلفة. وهي طريقة البيع المباشر هي نجم نقولوا أكثر دقة من الإشهار، باسكو عندك كما نقولوا على أرضية الميدان، كما احنا في الجزائر عندنا فوق 20,000 واحد اللي راهو منخرط معانا. دونك عندك 20,000 واحد كل يوم أو يهدر على الشركة ديالنا في سور لو مارشي. دونك هذه خير من اللي راك ديرها في الإشهار. هذه الشركات تسعى في الأساس إلى خدمة حواء من الناحية الجمالية بمستحضرات تغريها بقوام ممشوق وببشرة صحية ونضرة. Donc oui, j'ai l'habitude d'acheter les catalogues et tout. كاين des produits bien, mais نشريهم toujours من عند des gens de confiance. Voilà. كيما كاين des produits نشريهم مخدومين de base naturelle. Voilà, ما فيهمش اسمهم les trucs هكا زايدين et tout. C'est pour ça. Mais sinon كاين des savons تاني, mais sinon j'achète pas tout. parce que je sélectionne على حسب لو برودوي اللي ما يضرنيش بيان سور. إذا شعار هذه الشركات ممن تستخدم البيع المباشر هو الربح للجميع، وشعار حواء هو الجمال كيفما كانت طريقة الحصول على هذه السلع، فأهم شيء هو أن ينال المنتوج رضاءها.